السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو أول مرة تشوفيني معاكِ أختكم مكرمة صاحبة قناة ماما وكوكي، ما تنسينيش باللايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نخش على الفيديو. معايا حلة كده سخنة، حطيت فيها معلقة سمنة وحطيت فيها حوالي نص كيلو من اللحمة، وهابتدي بقى كده أشوحه معايا. احنا 4 أفراد، فنص كيلو من اللحمة ده بالنسبة لنا مناسب جدا، يعني مية مية زي ما بيقولوا. المهم خشي خدي لفة في قناتنا هتعجبك أوي أوي أوي، فيها فيديوهات، فيها فلوجات، فيها روتينات، قناة متنوعة، فخشي بس خدي لفة فيها هتعجبك أوي أوي. المهم اديت صدمة بقى كده للحمة زي ما انتوا شايفين، وهفضل أقلب فيها كده في الحلة وأدحرج فيها لحد ما تاخد التشويحة المظبوطة. ليه بقى؟ عشان نطلع منها أحلى شوية شوربة. ما هو الشوربة تاخديها صح لازم تخدمي الحاجة صح. وهنا كلامي مش على الشوربة بس، هنا كلامي عام. أي حاجة عايزة تاخديها صح لازم تخدميها صح، مش عارفة أنا اتلخبطت ليه. أي حاجة عايزة تطلعي منها يعني بنتيجة حلوة، اديها يعني طاقتها المظبوطة، واجباتها المظبوطة، فاهميني؟ أكيد فاهمين يعني. المهم أول ما اتشوحت معايا كده نزلت بشوية ملح، شوية فلفل أسمر، وطماطميتين 3 لأن احنا بنحب الشوربة حمرا، وبصلتين، ومية بتغلي بقى من الكاتل وتنزلي عليها كده. ولازم اللحمة بالذات أو اللحوم عامةً لازم تحطي عليها مَيّة سخنة، ما تعوديش نفسِك تحطي على اللحوم مَيّة ساقعة هتاخد منِّك سِوَى كتير أوي، بُصّوا بتبقى طعمها كده مش حلو، انزلي عليها على طول بمَيّة سخنة. بعد كده خلاص بقى ادّيها تقليبة وسيبيها على جنب، وتعالوا شوفوا هنعمل إيه بقى. دي بالنسبة لي رياضة للإيد، رياضة للإيد بجد، القلقاس طبعًا بيبقى جامد أوي، فأنا طبعًا هنا كنت إيه يعني بُصّوا أنا عادةً لازم كل يوم كده كوباية شاي بلبن. أنا الطاقة بتاعتي بتيجي على الشاي بلبن مش على القهوة، في ناس كتير بتيجي على القهوة، لأ أنا لازم شاي بلبن، تمام. فالمهم عملت لي كده كوباية شاي بلبن بقى وأنا واقفة، وابتديت إن أنا أقشّر في القلقاس، وكان تقشيره صعب جدًا بصراحة. وكده بعد ما قشّرت أهوّة يالّا بينا على التخريط تاني مرحلة، وبرضه تخريطه صعب جدًا بصراحة، أهو زي ما أنتم شايفين كده. لأ الموضوع كان صعب، عايز مجهود وعايز طاقة جامدة أوي يعني بصراحة. بس لازم نعمله، ما هي الحاجة اللي فيها فايدة وهُم بيحبوها لازم تعمليها. وأنتِ أصلًا بُصّوا الأم يعني بتعمل حاجة وهي مبسوطة إن هي بتعمل الحاجة دي لأولادها، بتبقى مبسوطة إن هي بتطلّع حاجة كويسة هُم يحبوها وياكلوها. فعلًا دي حقيقة، ما بتقدّريش قيمة والدتِك صح، أو والدِك، أو ما بتقدّروش قيمة يعني أمكم وأبوكم بالبلدي كده، غير لمّا بتخلّفي، بتحسّي فعلًا هُم قد إيه كانوا عايزين يبسطوكِ ويسعدوكِ ويشوفوكِ في أحسن حال. بُصّوا خلّيكم نرجعوا للفيديو وبعد كده نبقى نكمّل كلامنا. هنا بقى الشوربة بتاعتنا بعد ما جهزت، نزلت عليها بالقلقاس بتاعي أهو بعد ما خرّطته وضبّطته كده ونضّفته، وهاغطّيه واسيبه يستوي. نرجع تاني بقى لموضوعنا. ساعتها بتحسّي فعلًا إن أنتِ قد إيه هُم تعبوا عشاننا، قد إيه هُم بذلوا مجهود جامد عشان يطلّعونا كده ويشوفونا في أحسن حال. فأنتِ نفس اللي كانوا أهلِك بيدّوه لِك أنتِ عايزة تدّيه لبنتِك، عايزة تدّيه لابنِك، عايزة تشوفيهم أحسن حد في الدنيا، فاهمين؟ فبجد يعني الأم والأب دُولة ربنا يخلّيهم ويبارك فيهم يا رب. ربنا برضه يرحم أمواتنا جميعًا. ربنا باطلب منكم أول مرّة أطلبها الدعاء بالرحمة لوالدي، ربنا يرحمه ويسامحه ويغفر له ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعًا يا رب العالمين. بُصّوا هنا رجعت تاني للفيديو بس عشان ما تسهوش منّي، كزبرة وشبت وبقدونس في الخلاط وعليهم شوية شوربة أنا كنت مطلّعاهم على جنب، ضربتهم في الخلاط أول ما اتضربوا جبتهم صفيتهم كده. في ناس بتعمله بسلق، أنا ما باحبوش بالسلق يعني، بس برضه طريقته بالسلق سهلة وبسيطة نفس الكلام، بس يختلف إن أنتم تقريبًا بتسووا السلق، يعني أنا عمري في حياتي ما عملته بسلق. أهو بُصّوا صفيت الخضرة كده زي ما أنتم شايفين الجمال والحلاوة، وبقى لونه أخضر وحلو إزاي، ولسه في تركاية تانية هي اللي هتضبط معانا الطعم. طبعًا أول مرّة أطلب منكم الدعاء لوالدي بالرحمة، فيا ريت، يا ريت تجبروا بخاطري وكلّكم تدعوا له بالرحمة، ربنا يرحمه ويسامحه ويغفر له هو وأمواتنا وأموات المسلمين جميعًا يا رب، ويخلّي لي والدتي ويبارك لي فيها يا رب ويشفيها ويبعد عنها كل وِحِش. آآ لو
يعني مش عارفة أقول لكم إيه. بلاش الموضوع ده عشان الموضوع ده بالنسبة لي أنا حساس شوية. نرجع للفيديو أحسن. هنا أهوّة عملت شوية رز أبيض بالسمنة برضه كده، واديتهم تقليبة وهادّيهم رشة ملح وخلاص على كده. غطّيه بقى وسيبيه يستوي ويالّا بينا نعمل التركة اللي هتنقل معانا القلقاس في دنيا تانية، اللي هتودّي معانا القلقاس كده في حتّة تانية، يبقى له طعم وريحة ولون، بُص كل حاجة، كل حاجة. هتقولوا لي إيه التركاية اللي أنتِ مشوّقانا عليها دي؟ ما تصبروا شوية هتعرفوا كل حاجة. فصين توم بقى كده صغيّرين مع معلقة زيت أو سمنة زي ما تحبّي وادّيهم تشويحة. التشويحة دي بتفرق جدًا بقى أو الطشة دي بتفرق جدًا في طعم القلقاس. هتخلّيه معاكِ طعمه كده ليه طعم مختلف، كل اللي ياكل منه يقول لِك عاملة إزاي. استنوا بس نقلّب الرز كده عشان ما ننساش، استنى. ندّي له تقليبة كده عشان يفضل مفلفل معانا، وفي نفس الوقت برضه عينينا على التوم، اوعي يتلسع منِّك. يا دوبك ياخد اللون الدهبي كده، وتقومي شايلاه من على النار ونازلة بيه على القلقاس، أهو شايفين؟ باورّيكم يعني إن هو أخد اللون الدهبي بس مش عارفة الكاميرا كانت بتعمل كده ليه. وهاطلع بقى كده قدّام وانزل على القلقاس بتاعي. تمام، وبعد كده فضّيته على القلقاس أهو زي ما أنتم شايفين. تمام، وعملت الحركة المعتادة بتاعة المصريين. وبكده يبقى الغدا بتاعنا خلص وجِهِز يعني. هنغرفه برضه مع بعض كده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. بُصّوا باورّيكم القلقاس مستوي إزاي، ويا رب أكون خفيفة على قلبكم. لو وصلتِ لحد هنا من الفيديو ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصل لِك كل جديد، وزي ما قُلت لِك قبل كده خُشي خدي لفة في قناتنا هتعجبِك أوي، أوي، أوي. أستودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع